السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. في إحدى السهرات الرمضانية الجميلة أو الأخرى بقى، الأهلي يفك خيوط غزل المحلة ب3 أهداف وبثلاثية نظيفة ومكاسبها كتير. بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. علي لطفي لعب الحمد لله، مستوى مش وحش. كريستو بداية مبشرة بجد بجد بجد، يعني بداية مبشرة. عودة محمد شريف بالهدف اللي جابه. بيرسي تاو اللي يظهر ما بيلعبش غير في افريقيا، غير في افريقيا بس. بجد الف الف مبروك للاهلي وجماهيره واللعيبه. النقطه التانية اللي هتكلم فيها القرعه بتاعه افريقيا. مش عايز اقول لكم، انا كنت حاسس بنسبه 90%، وفي ناس كتير قعدت معاها وقلت لها وكلمتها ان احنا فعلا احتمال كبير نقابل الترجي، نقابل الرجاء، ولو فزنا هيبقى في سكتنا الترجي مش صن داونز. ان شاء الله صن داونز في النهايه، وانا قلت قبل كده في فيديو ان احتمال كبير ان شاء الله ان شاء الله ان احنا نقابل صن داونز في النهايه. الماتشات اللي جايه بتبقى الاهلي اهمها طبعا ماتش يوم الاثنين الجاي. اعتقد ان الكولر التدوير اللي عمله النهارده بين اللعيبه استعداد الماتش دوت عشان يقف على التشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه. لان في ناس النهارده مريحه كتير قوي، حتى لو وحشين في نظر ناس كتيره من الاهلاويه، بس هو مريحهم اكيد عشان يستفيد منهم في الماتش ده بالذات. قفشه النهارده مريح. طبعا الشناوي، ودول يعتبروا اهم اتنين، وحتى دول من التشكيله الاساسيه. ناس كتيره ممكن تكون زعلانه من قفشه، انا من واحد منهم، بس ساعات كتيره بيبقى في ماتشات كده فلتات، ممكن يكون فعلا كولر مخليه عشان خاطر الماتش ده، عشان كده النهارده مريحه جامد ومريحه خالص. بدايه مبشره زي ما قلت لكريستو. والقندوسي يعتبر لعب النهارده شويه، ما كانش احسن من قبل كده، والحبه اللي خدهم ما كانش فيهم جامد، بس تحركات جميله. رامي ربيعه يعني وقف النهارده كويس، كام كرة اتقطعوا حلوين. برغم ان كان في كام هجمة كده اتأخر في التغطية، منهم الكرة بتاعت احمد الشيخ اللي اتشاطت ديت. بس كمجمل الاهلي النهارده طبعا بعد ما الماتش اللي كان عامله قدام الهلال، ان اللعيبه تأدي النهارده بنفس الصورة ديت وبنفس الطريقة ديت وبنفس الاسلوب دوت، يشكروا بأمانة. فرقة غيرنا لعب قبلنا بيوم ولسه مغلوبين يا عيني 3 الماتش بتاع امبارح. بالرغم ان المصري مش هقول فرقة ضعيفة، المصري فرقة جميل كويسة ومعاها مدرب زي حسام حسن، بس من فرقة كانت غالبة 2-0 وتتغلب. يبقى الاهلي بجد اللعيبة بشكرها. يا رب تثبت وتفضل على كده، وان شاء الله نفرح مع بعض يوم الاثنين ان شاء الله بعد ما ناخد الكاس من بيراميدز. وان شاء الله فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين.